يمنى، ايه الخلافات الزوجية اللي زادت بالشكل كبير جدا في الفترة الحالية دي، واللي خلت نتيجتها الطلاق الطلاق يبقى بالزيادة؟ بص يا محمد، انا بس عايزه اوضح للساده المشاهدين ان في خلافات كتيره قوي بين الراجل والمراه، بس هي بيبقى العنصر الاساسي بينصب على ان في مشاكل بتبقى في الضرب، انه ما بينفقش عليها النفقه، غيرها مشاكل كتيره. بس عايزه اسبب بترجع لان هناك تفكك اسري، ما فيش تفاعل بين الراجل والمراه في عبء الحياه الزوجيه، اللي هي البيئة الداخلية. فهو ما بيبقاش في تواصل فكري، هو بيبقى بره البيت، ما فيش تواصل فكري بين المرأة والرجل في العلاقة الزوجية. فبالتالي بقى هو يعني بيدخل في مرحلة اللي هو ايه يعني ما بيبقاش عنده إدراك، بينقطع عن البيت. فبالتالي هو بيعمل ايه بقى حضرتك؟ بيجي من البيت ما بيبقاش عايز يصرف، وكمان بيحصل بقى عملية ضرب، ما بيعرفش ايه الإطار البيئي اللي بيحصل جواه، اللي المرأة بتتحط جواه. فبالتالي بيبقى منفعل، ما بيشوفش الصورة على حقيقتها. فأهم بقى خلافات بتدعي المرأة للطلاق، الخلع، أيا كان، اللي هو بركز على الضرب والنفقة.